عمارة الأرض لا تتأتى إلا بالحركة فيها، والحركة فيها أوسع من أن تتحملها طاقة نفسية واحدة، بل لا بد أن تتكاتف الطاقات لإنشاء هذه العمارة. ونحن نعلم أننا لنبني عمارة واحدة انظروا إلى الأجهزة التي تخدم هذا البناء. أولها أجهزة المهندس الذي يرفع القطعة من الأرض ويرسمها، وإن شاء الترقية صنع لها المكن، وبعد ذلك يأتي الحافر ليحفر في الأرض، ثم يأتي بعد ذلك من يضع الأساس، وبعد ذلك من يصنع الحديد، وبعد ذلك من يصنع المسلح، ثم بعد ذلك من يبني، ثم بعد ذلك من يعمل عملية السباكة، ثم بعد ذلك من يعمل عملية الكهرباء، ثم يأتي بعد ذلك من يعمل عملية التغفير. كل ذلك تعاون لا تتحمله طاقة إنسان واحد. وهل يتعلم إنسان واحد كل هذه الفنون لينشئ بيتا إن كان سينشئ بيتا؟ لا، بل يتفرغ هذا لعمل يعاون به غيره، وغيره قد تفرغ لعمل يعاونه به في مصلحة أخرى. إذن فالتعاون أمر ضروري للاستخلاف في الحياة، وما دام الاستخلاف في الحياة تقصد منه عمارة هذه الحياة، وعمارتها تقتضي ألا نخرب فيها. إذا كان الله يطلب منا أن نعمر، يبقى الشيء الصالح بذاته لا نفسده. يبقى إذا لازم نقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى تعاونوا على البر والتقوى لتعمروا الأرض، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لتخربوها. إذا فالحق يريد كونا عامرا لا كونا خربا. الشيء الصالح في ذاته نبقيه على صلاحه، إلا إن أردنا أن نرتقي في صلاحه كما قلنا. بئر يأتي منه ماء بطبيعته نخليه على طبيعته، وإن استطعنا أن نطم البئر أو نعمل له كده جنزير من الحجارة علشان ما يطمش نعمل كده. إن شئنا أن نرفع الماء إلى المستوى العالي حتى لا نكلف كل إنسان يريد ماء أن يذهب بقربته ليملأ الماء، أو تذهب المرأة بجرتها لتملأ ماء، ونوصل له الماء لحد البيت، نبقى نعمل. يبقى زدنا الصالح صلاحا، ولكننا لا نأتي للصالح لنفسده. إذن فالعملية عايزة أن نتعاون على عمارة، وأن لا نتعاون على اسم.